من يومين بالظبط نزل الفنان الاستاذ احمد رفعت البوست ده. طبعا الاستاذ احمد رفعت انا مش هقول لكم صديقي، بس انا اعرفه معرفه شخصيه، والراجل يعرفني كويس جدا، بس انا هقول شهاده لله، الراجل ده ابن ناس قوي، محترم جدا، ما بيسيبش اي واجب عليه. يعني انا كنت بمر بظروف مرضيه، اول واحد دخل سال عليا، بنتي كانت تعبانه جدا وبتمر بظروف مرضيه، دخل اول واحد يطمن عليها. الشهر اللي فات والدي توفى، والله العظيم من اوائل الناس اللي دخلوا عزوني ويواسوني، لانه راجل محترم جدا وابن ناس، ودي شهاده لله. واحنا مش اصحاب قوي، احنا نعرف بعض، فما بالك بقى اللي هو يعرفهم قوي بيعمل معاهم ايه. فانا بتكلم في الفيديو ده شهاده لله. الراجل بيقول الحاجه الوحيده اللي ما تخلينيش اترشح في ال 300 مسلسل اللي اتعملوا اخر 3 سنين ان انا اكون ميت. اولا الف سلام عليك يا استاذ احمد. ثانيا يا استاذ احمد العيب مش فيك انت، العيب في اللي بيختاروا، هم مش عارفين قيمتك. انت راجل اشتغلت مع احسن مخرجين في مصر، اشتغلت مع احسن فنانين في مصر، اشتغلت مع فنانين الزمن الجميل، فالناس دي مش مقدراك، لا الناس دي تخاف منك يا استاذ احمد. الناس دي ما تعرفش تشتغل معاك يا استاذ احمد. هم عايزين ابراهيم كعبوره وسيد كومودينو يقعدوا يقولوا لهم يا استاذ فلان يا عم علان، عشان خاطر يمجد فيهم لان هو ابيض يا ورد وبلح. لكن حضرتك قيمه وقامه، هيتعامل معاك ازاي؟ هيعرف يتعامل معاك ازاي؟ هو عايز حد من الاخر كده يمسح له جوخ. انت راجل فنان كبير، فلازم هيقف قصاد منك عامل كده. عمره ما هيعمل معاك اللي بيعرف يعمله معاهم، اللي هو بيرشحهم، هو بيرشحهم هم عشان بيعرفوا يطبلوا له. لكن انت راجل محترم مش هتعرف تطبل. انت اصلا هتطبل ليه؟ انت راجل محترم واشتغلت مع العمالقه، فانت المفروض لما حد يجي يشتغل معاك يتعامل معاك بحساب. انا راجل بمثل واشتغلت كتير جدا، انا اخاف اشتغل قصادك. ليه؟ عشان انت محترم قوي وشاطر قوي وابن مهنه، فاخاف اغلط قصادك فتعرى. بص انا اللي بقولها لك اهو، وانا اسف على الفيديو دوت، لان قبل كده استاذنتك وقلت لك انا هعمل الفيديو دوت، وانت قلت لي لا يا عصمت اوعى تعمل حاجه زي كده لا الناس تفهمها غلط. فانا من خلال الفيديو بقول لك لا يا استاذ احمد، انا فاهم دماغك فيها ايه، انت عمرك ما بتتسول حاجه زي كده. انت بالبوست بتاعك دوت خليتنا نتاكد ان هم اللي ما بيفهموش. انا بكلمك بجد، انا لو في المهنه وفي ايدي ان ارشح حد هرشحك انت من اول الناس يا استاذ احمد. ليه؟ انت راجل فنان محترم وعمرك ما تتسول حاجه من الناس دي. الناس دي المفروض تحفي وراك وتجري وراك عشان خاطر تشتغل معاهم، وانت اصلا ترضى ان انت تشتغل معاهم. انا راجل بحبك، انا راجل دارس تمثيل واخراج وسيناريو، من حقي ان اتفرج عليك يا عم. انا بشوف محمد فراج اليومين دول بقول ده مبدع وبسقف له، من حقي ان اشوفك انت كمان، ده حق عليك. فانت ما تجيش تقول لي لا ما تعملش فيديو، لا انا هعمل فيديو عشان ان شاء الله انا عايز اشوفك، انا عايز اتعلم منك يا عم، انا عايز اتعلم منك. انت بتحرمني من فنك ليه؟ انت مش عايز تقول الكلام دوت عشان خاطر ما حدش يرشحك، عشان احنا ما نشوفكش؟ لا يا عم احنا عايزين نشوفك، احنا عايزين نشوفك بالعافيه يا استاذ احمد. يا استاذ احمد يا رفعت بعد اذنك، احنا بنتعلم منك تمثيل. انا بقول لك اهو، انت من الناس اللي انا بحبهم. كان في زمان ممثل اسمه احمد الشافعي، اختفى، برضه انا زعلان عليه جدا برغم ان هو ما قالش حاجه، بس ده راجل زي حالاتك، راجل ممثل جميل. انا بحب اتفرج على الممثل عشان اتعلم منه تمثيل. فانت بقى بخلان عليا انا او بخلان على اللي زيي انه يشوفك؟ لا هنقول وكل شويه هنتكلم ونقول احمد رفعت فين لغايه ما تشتغل. والفيديو الجاي هعمله احمد الشافعي، لان احمد الشافعي ده ممثل جامد جدا، وفي ممثلين كتير جدا يعلمونا تمثيل زي حضرتك برضه ما بيشتغلوش، هنتكلم عليهم لان ده حقنا احنا يا استاذ احمد. فاحنا ان شاء الله الفتره الجايه هنشوفك ونشوفك وانت بتمثل وبتكسر الدنيا، ونقعد قدام منك عاملين كده اهو عشان نتعلم. لو الفيديو عجبك اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، والسلام عليكم.